أستطيع أن أفتيكم بالحق عن الصيحة في الكتاب. إنها تكون في أحد أشهر رمضان، ويكون غرة رمضان الجمعة التي تكون فيها الصيحة. ولربما يود أحد المستعجلين أن يقاطعني فيقول: عجل وافتنا، ما هو الصوت الذي يسمع من السماء في رمضان؟ أليس صوت جبريل ينادي باسم المهدي المنتظر؟ ومن ثم أرد عليه وأقول: ليس كذلك. لو طرق بابك أحد ألست تقول من الطارق؟ وذلك لأنك سمعت طرق الباب. وكذلك سوف تسمعون صوتا يطرق مسامعكم آت من السماء. فمن أين مصدر الصوت من السماء؟ والجواب: إنه صوت النجم الثاقب، تصديقا لقول الله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. صدق الله العظيم. ذلك النجم هو كوكب سقر، سوف تسمعون صوتا حين تراكم من مكان بعيد. وما هو الصوت الذي سوف يطرق مسامعكم منها؟ إنه دوي انفجار ضخم من السماء، تصديقا لقول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صدق الله العظيم. ذلك هو الصوت المرتقب الذي يحدث في رمضان كإنذار للبشر أن يصدقوا المهدي المنتظر قبل أن تقترب إليهم أكثر فأكثر، فتهلكهم فيدخلهم الله فيها فيدعون ثبورا. ولربما يود أحد الجاهلين عما جاء في القرآن العظيم أن يقاطعني فيقول: كيف تقول أن كوكب سقر كوكب أرضي والآن حولتها إلى نجم؟ ومن ثم أرد عليه بالحق وأقول: إن الله يسمي النجوم والأراضين جميعا بالكواكب، تصديقا لقول الله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق الله العظيم. فما هي الكواكب؟ إنها النجوم. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم.